تخيل كده، انت قاعد لوحدك بالليل، النور خافت، مفيش صوت غير نفسك. بتبص على صور قديمة وتقول في بالك: هو أنا كنت هنا إمتى؟ ده كان من كام سنة. بتبتسم، بس جواك في حاجة بتوجع، مش بس عشان الذكرى، لكن عشان الوقت اللي راح من غير ما تحس بيه. الوقت اللي كان بيجري وانت كنت فاكر إنك لسه عندك كتير. الناس دايما تقولك الدنيا جريت بينا، بس عمرك فكرت ليه بتحس إن الزمن بيجري بسرعة كل ما تكبر؟ هو الزمن فعلا بيجري، ولا احنا اللي بطلنا نحس بيه؟ قبل ما نبدأ الرحلة دي سوا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشجعني أكمل وأقدم لك محتوى يخليك تفكر، مش بس في الزمن لكن في نفسك كمان. فاكر وانت طفل لما كنت تستنى العيد؟ الأيام كانت طويلة جدا، كأن كل دقيقة بتمشي بالعافية. بس دلوقتي الشهر بيعدي وانت مش واخد بالك. النهار بيخلص والأسبوع بيخلص والسنة بتخلص وانت مش عارف ايه اللي حصل في النص. العلماء بيقولوا إن مخ الإنسان ما بيقيسش الزمن زي الساعة، هو بيقيسه بعدد الذكريات اللي حصلت. الطفل كل يوم بيعيش تجربة جديدة، كل حاجة جديدة عليه، فالمخ يسجلها. لكن لما تكبر كل حاجة بقت شبه بعض، نفس المكان، نفس الناس، نفس الطريق، نفس الإحساس، فالمخ ما بيسجلش تفاصيل، وساعتها بتحس إن الوقت طار. بس خد بالك، ده مش معناه إن الزمن بيجري فعلا، ده معناه إنك بطلت تعيش اللحظة، بطلت تندهش، ما بقتش تلاحظ التفاصيل الصغيرة اللي كانت زمان بتبهرك. فاكر أول مرة تشوف البحر؟ كنت بتقف قدامه مبهور، المد، الموج، الصوت، كل حاجة كانت جديدة. بس دلوقتي لو رحت البحر 100 مرة ممكن تبص في الموبايل وانت قاعد قدامه، مش لأن البحر اتغير، لأنك انت اللي فقدت إحساسك بالجدة. الزمن بيتباطأ لما نعيش، وبيجري لما نكرر. يعني احنا اللي بنخلق سرعته جوانا. خليني أحكي لك قصة بسيطة. فيه راجل كان بيشتغل نفس الشغل بقاله 20 سنة، كل يوم نفس الروتين، يصحى، يروح، يرجع، ينام. وفي يوم فجأة جات له أزمة صحية بسيطة خلت الدكتور يقول له: خد أسبوع راحة. الأسبوع ده غير حياته. بدأ يصحى من غير منبه، يمشي في الشارع اللي ما كانش بياخد باله منه، يشوف الناس، يسمع أصوات العصافير. وفي آخر الأسبوع قال جملة غريبة: أنا حاسس إن الأسبوع ده أطول من 20 سنة اللي فاتوا. وده حقيقي، لأن دماغه اشتغلت تاني، بدأ يحس بالوقت مش يعديه. في تجربة عملوها في جامعة أمريكية، جابوا مجموعة ناس وقالوا لهم يعيشوا أسبوع من غير أي روتين، كل يوم يعملوا حاجة جديدة. وفي آخر الأسبوع الناس قالت إنها حست إن الزمن طول جدا، كأنه الأسبوع كان شهر. ليه؟ لأن كل يوم كان فيه تفاصيل جديدة، والمخ لما يشتغل الزمن هيبقى بطيء. وده يورينا إن الحل مش إن الوقت يزيد، الحل إنك إحساسك بيه يرجع. بس تعال نفكر مع بعض، إيه اللي بيخلي اللحظة حقيقية؟ مش الأحداث لكن الوعي. لما تكون مركز، لما تبص للناس اللي حواليك، لما تحس بنفسك، ساعتها بتحس إن الزمن ليه وجود، إنه مش بيجري، ده ماشي بهدوء مستنيك تلحظه. جرب كده المرة الجاية لما تشرب كوباية شاي، بلاش تمسك الموبايل، خد بالك من الطعم، من البخار، من ريحة النعناع. المخ وقتها بيبدأ يسجل تفاصيل صغيرة جدا، وساعتها الزمن هيبقى بطيء. ده اسمه الوعي باللحظة، وهو مفتاح إنك تعيش عمرك بدل ما يعدي. في قصة تانية غريبة، واحدة ست كانت بتشتكي إنها مش حاسة بحياتها، كل يوم نفس الروتين، لحد ما في يوم بسيط جدا قررت تمشي في الشارع اللي عمرها ما مشت فيه، من غير هدف. عدت على محل صغير لبيع الكتب القديمة، دخلت، قعدت تقلب في الكتب، وبالصدفة لقت كتاب مكتوب عليه فن البطء. مسكته وفضلت تقراه، ولما خرجت قالت: أول مرة أحس إن الوقت كان ليه طعم، مش عشان الكتاب
لكن عشان خرجت من دايرة التكرار. الزمن بيحب الناس اللي بتعيشه وبيهرب من اللي بتعديه. بس خليني أقولك حاجة علمية كده. المخ عنده منطقة اسمها القشرة الجبهية، مسؤولة عن إدراك الوقت. المنطقة دي بتشتغل أكتر لما نكون منتبهين أو متحمسين، وبتكسل لما نكون زهقانين أو مكررين نفس الحاجة. يعني فعلا من ناحية علمية إحساسنا بالوقت بيقصر لما نعيش من غير شغف. زمان كنا بنستنى الجواب يوصل، نستنى صوت خطوات ساعي البريد. الانتظار كان جزء من الحياة. النهاردة كل حاجة بتحصل فوراً، نبعت رسالة نستنى الرد في ثانية. المخ ما بقاش يعرف معنى الانتظار، فبطن يحس بالوقت. وده اللي خلى الزمن بالنسبة لنا يبقى خفيف جداً، خفيف لدرجة إنه بيضيع من غير ما نحس. بس خد بالك، إحنا ما كسبناش الوقت، إحنا خسرنا الإحساس بيه، خسرنا المعنى اللي كان في كل ثانية. جرب تبطأ شوية، اتكلم مع حد بصدق من غير ما تبص على الموبايل، اقعد مع نفسك في سكون، اسمع صوتك الداخلي. في اللحظات دي الزمن بيقف فعلا، مش لأن الساعة وقفت، لكن لأنك بدأت تحس بيها. مرة واحد حكالي إنه فقد أعز واحد في حياته. قال لي من يومها الزمن اتغير، كل ثانية بقت تقيلة، كل يوم طويل. وبعد شهور قال لي بس الغريب، بعد الوجع بقيت بحس باللحظات أكتر، كل حاجة ليها قيمة. الزمن بيعلمنا حتى من الوجع، لأن الوجع بيرجعنا للحاضر، بيخلي كل إحساس واضح. الزمن مش خط مستقيم، هو دايرة، كل لحظة بتوصلك لنقطة كنت فاكر إنك نسيتها. ريحة، كلمة، أغنية ترجعك سنين لورا في ثانية. وده دليل إن الزمن مش بره، ده جوانا. وكل ما تتعمق في اللحظة، كل ما الزمن يتحول من عداد لتجربة، من خوف لحياة. بس خليني أسألك سؤال بجد، لو الزمن وقف دلوقتي في اللحظة دي بالذات، انت راضي؟ هل تقدر تبص وراك وتقول أنا فعلا كنت هنا؟ ولا هتحس إنك كنت بتجري من غير ما تعيش؟ فكر في ده شوية. يمكن السر مش إننا نوقف الزمن، لكن إننا نبطئه جوه نفسنا، نعيش ببطء، نحس، نلاحظ. حتى لو الوجع جزء من الرحلة، هو برضه حياة. وما تنساش، لو الكلام ده لمس فيك حاجة، اعمل لايك واشترك في القناة علشان نكمل سوا سلسلة لحظات الوعي. وسيب لي في الكومنت إجابتك بصراحة. لو الزمن كان بيتكلم، تفتكر كان هيقولك إيه عنك؟